السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله بخير صحة وسلامة يا ربي، وجمعة مباركة عليكم وعلى عائلتكم الكريمة إن شاء الله. الله يحفظكم. اليوم أكلي شو اسمه كنكبرو نرويجي، الخبز المحمص. يعني هذول اللي أهل الرجيم شي ياكلوا، يعني وحتى اللي ما مسوي الرجيم هم ياكلوا. هذا ما أدري موجود بالعراق لا. جبن بالكمون عندكم بالعراق، أو المتابعين يعني من الدول العربية عندكم منه. هذا جبن بالكمون كلش طيب. جبن بالكمون والخيار، جبن عادي بالطماطة. هذا جبن يجي هيك يعني بعلب ويا زيت الزيتون، وهيك مربعات يسوي، يعني مربعات صغار، بس أنا خليته هنا ومرتب. وهاي لبنة، مو لبن ويا زعتر. وهاي بيض عين ويا بصل أخضر. هسه راويكم طماطة، خيار، زيتون، لبجوز، وهذا هيك أشياء إضافية خليتهم. هسه راويكم هيك شكلها حلو. خل أفرها لكم حبايبي. ويا كوب الشاي. نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ ويا غادي. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أحكي موضوع، مو دزيتكم قلت لكم ذكروني شنو قلنا نرجع مثل قبل نحكي مواضيع شي. موضوع الناس تشكي وتبكي على قولتنا عن العراقيين. يعني أنا ما بعد توافقوني الرأي، ما أدري. اللي عنده فلوس والزنقين هواي يشكي، والفقير اللي عايش على قد حاله
المدبر يعني يومه مدبره وجايب يعني لو يجيب له الله يرزقه يجيب هذا اليوم لعائلته، لو ما يجيب أكل. يعني الزنقين وايد يشكي ويبكي، والفقير دائما من يسألوه يقولوا له يقول الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، ما طول رب العالمين ما عايفنا، الحمد لله والشكر. يعني هاي عندي أنا من قرايبي، عندي من قرايبي ما شاء الله ما شاء الله، زوجها مات ترك لها تريلة. يعني هذا احنا نعرف يعني بالعراقية تريلة، بس باقي الدول ما يعرفون شنو تريلة صار السيارة الكبيرة اللي تحمل بين من يعني شلون الحاويات هاي الأشياء، هم تريلة اي، فبعد ما أدري ما شلون أوصف لكم إياها. اي قبل ما يموت بنى لها بيت، بس البيت ما كمل، يعني تقريبا بقى كم شغلة، يعني بس بقى شغلات هواي، يعني من مات ما كملوا باعوا. تكم تريلة بيت، يعني بيت ما كملوا باعوا. ما شاء الله ما شاء الله عندها خير الله، يعني الله مفضل عليها فشي، يعني بدال ما تقول الحمد لله والشكر تصدق على الغنم، تعطي للناس الفقراء، يعني مود يندعوا لها الله رب العالمين يوفقها يزيد الخير مالتها. هي لا 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 كل شي ولا تقولوا لها اعطيني، تاخذ ما تعطي. عالدم بناتها ما تساعدن، بناتها محتاجات، يعني عندها واحدة من بناتها كلش محتاجة ولا تساعدها. نسيت أقول لكم هذا البصل الأخضر العودان مالته،
أنا هي كلش قريبة يعني، قريبة عليهم كلش، مو يعني قرب من بعيد لا. كانت كل ما تشوفني كل ما شفنا تقول انتي احسن من بناتي. كنت اقولها خالص شلون يعني انا احسن من بناتك، كنت اصيح لها خاله، كنت اقولها خالص شلون يعني انا احسن من بناتك من يا ناحية. يعني كنت عايشة ببيت جدي، جدي أهل أمي، أبويا مات أو انفصل، يعني أمي وأبويا انفصلوا عن بعض، وأمي الله يرحمها أخذتنا، يعني إحنا جهال، يعني جهال كلش. فتربينا ببيت جدنا، تربينا يعني من كان جدي الله يرحمه عايش كنا عايشين بعز ودلال وشي، بس يعني تعرفون الرجال بعد ما يموت ومرة كبيرة، يعني يصير الأمور يعني شوية مو مثل قبل، يعني الأمور تصير تقوم تصير على القد الحال، ما أكذب عليكم، ومو عيب هاي كلش هاي الشغلة أبد مو عيب. يعني شنو واحد يعيش فقير وحدي مو عيب، شكو بيها، بس أهم شي رب العالمين مطينا عافية وساتر علينا، وهذا يومنا مقضي ماكلين وشاربين متغداين متريقين متعشاين، الحمد لله والشكر، الحمد لله. اي فجيت اقول لها خلاص شلون يعني شلون انا احسن من بناتك، ما شاء الله بناتك. وتتقبل من واحد يشاقى وياها بالفلوس تنهار. كلش تنهار. كانت تقوم تقعد يا اكو حكي، يعني عيب ينحكي، يعني الناس وايد تسمع وشي فعيب واحد يحكي، بس يعني يعني راح اقولها وانتوا تفتهموها. كانت تقوم تقعد تقول بناتي ما عندهن هدوم يلبسن، تقوم تقعد بناتي ما عندهن، بناتي ما عندهن، بناتي ما عندي فلوس اشتري لها اكل، بناتي ما عندي فلوس اشتري لها اكل، بناتي ميتات من الجوع، بناتي ميتات من الجوع. والله ماني متورجع اليوم، كل هذا كان تحكي كذب.
يعني اختصار الكلام يقول لك رب العالمين لا تشكرون لأزيدنكم، يعني ايش قد ما تشكرون رب العالمين راح يزيدها عليكم، بس هي سبحان الله تشكر رب العالمين زايدها عليهم. والله العلي العظيم. يعني شو اسمه سنين، ما أقولكم سنة وسنتين، لا سنين هي تشكي. من كان رجلها عايش الله يرحمه تشكي وتبكي، وخوف من الموت بعد صارت أزيد، الموت صار أزيد. هاي مو بس هي، عندنا قرايبنا ثانية تصير أختها هم تشكي وتبكي، والله العظيم هم تشكي وتبكي، ما شاء الله ما شاء الله. ولو شوفيها من تلبس الذهب أباك رجلها صايغ. بالعافية بالعافية عليهم. بس أنا قارنة أقول ليش يشكون يبكون؟ لا حد داق بابهم ولا حد طالب من عندهم، يعني ليش؟ يعني شنو هاي السهولة مع الواحد يشكي؟ والله حتى عيب. بس عنكم مو كنت قدام الكل يشكون، لا، يوم أصدقائهم هذول العالين الأغنياء بالعكس ويقولون ما عندنا، لا، ما يريدون يصيرون أقل من عندهم، يريدون يصيرون أعلى من عندهم. والله أقولها نصيحة اللي يشكون يبكون، خاصة رب العالمين اللي ممكنهم وعدهم، كافي تشكون وتبكون، كافي تقول دائما نقول الحمد لله والشكر على رب العالمين معطيكم إياه، يعني رزق هذا، يعني رب العالمين فاتح لكم باب من الرزق. ليش بدال ما تقولون الحمد لله والشكر، بدال ما تقولون يعني يقول لك فبنعمة ربك فحدث، يعني ما بيها شي ولا ناس خلى عينهم، بالعكس الله يرزقكم يرزقكم محمد ويرزقنا وياكم. يمكن رب العالمين راح يبليكم بمرض، هاي الفلوس كلها ضاميها يمكن كلها ذبوها على أمراضكم، تذبوها على الأطباء على المستشفيات هذه. فدائما نقول الحمد لله والشكر، يعني لا حد داق بابكم وقايلكم الطونة، ولا أحد شاكيلكم وقال لكم الطونة، شو انتم من كيفكم. أنا مو قصدي على ذنة نسوان، لا، يعني على أنا قصدي يعني دا أحكي عامة. فدائما نقول الحمد لله والشكر. يمكن اليوم هاي النعمة نشوفها، هاي الخبزة نشوفها، هاي التمناية نشوفها، باكر ما ندري شي يصير، والله باكر ما ندري شي يصير. خلي أسولف لكم سالفة، هاي عجبتني السالفة وقلت لازم أسولف لكم إياها. هي على الطغيان. هاي الشغلة صارت قبل يمكن 100 سنة أكثر، ما أدري، بس هاي قصة سمعتها، ما أدري بيا دولة، فرنسا ما أدري، بس أكثر شي يمكن فرنسا. رب العالمين
اعطاهم نعمة لا تحصى ولا تعد لهاي الدولة، رزق لا يحصى ولا يعد. يعني رزق هاي الدولة يعني صارت هيك، يعني الناس قاموا يطغون ما يدرون وين يودون الأكل والفلوس وهاي الشي. بعد طغيان. ايش قاموا يسوون؟ حشا السامع رب أولادهم ويوسخون، يعني يسوون نمبر 2 يوسخون. شي يسوون؟ قاموا يمسحون بالخبز، وانتو تعرفون شو يمسحون؟ قاموا يمسحوه بالخبز، مو بالكنيس، بالخبز. ظلوا هيج يمسحون ويذبون، يمسحون ويذبون. يقول لك صار الخبز من وساخة أولادهم جبل، جبل صار الخبز جبل. فرب العالمين عاقبهم، رب العالمين اعطاهم إياه أخذ من عندهم. بعد لا خبز، كل شي ماكو. هذا المطيم يا رب العالمين أخذ من عندهم، من عاقبهم. شافهم مدى يحمدون رب العالمين، مدى يحمدون. عاقبهم، كل شي أخذ من عندهم، الخير اللي اعطاهم إياه أخذ من عندهم. قاموا يدورون على خبز ماكو. يمكن السالفة مو على شو اسمه، مو نفس الشي، بس ما ادري، يعني احسها قريبة عليها، قريبة عليها. فما ادري شلون ذكرتها سالفتكم، يعني هي مو ما تتشابه. ف شو اسمه، قاموا يريدون اكل، يريدون ياكلون اولادهم ماكو. شافوا هذا الخبز كانوا يمسحون اولادهم بيه. هذا ايش قاموا يسوون؟ اهل المحلات قاموا ياخذوه، قاموا يبيعوا لهم اياه. والله العظيم هاي قصة سمعتها وكل، وظلت ببالي أبد متى تروح، ومن زمان سمعتها. قاموا يبيعوا لهم إياه بالغرامات، ما أدري بيش يعني. سبحان الله، جاي يمسحون بأولادهم الوساخة، قاموا يذبوه. رب العالمين عاقبهم. شافوا بس هذا الخبز، قاموا يبيعوا مال المحلات عليهم، قاموا ياكلوه هم، قاموا ياكلوه. فدعنا نقول الحمد لله والشكر. لا تقريبا شيء تشبه السالفة. لا، ما حمدوا ربهم، ما حمدوا ربهم طغوا، فرب العالمين عاقبهم. فلا تزين يطغى ويشي دائما يشكي 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 ويبكي قدام الفقير وقدام الأغنياء، لا يصير هو أعلى من عندهم وش اسمه، ويحكي كله بالفلوس وبالذهب وبالملايين. والله لا أعيش على خبزة وخيارة وجبنة. أهم شي عندي عافية، رب العالمين عافيني. يعني يقول لك شنو، شو اسمه هذا، كنز لا يفنى. يعني الواحد من قنوع بكل شي،
رب العالمين ما يعوفه. رب العالمين ما يعوفه. هم سالفة ثانية راح أسولفكم. العدة فلوس. واحدة مريضة راحت بجنطة مليانة فلوس من المستشفى. قالوا لها مرضك ما له علاج، يعني لو كنوز الدنيا تجيبي لنا اياها ما لك علاج. هاي هي بعد لهنا وكافي، يعني هنا وسطب، يعني هاي هي. بس شنو مرضها ما قالوا، بس قالوا لها مرضك ما له علاج. هي انهارت، طلعت من المستشفى، فتحت الجنطة، قامت تذب الفلوس بالمستشفى، تذبها تطشها بالمستشفى، تصيح تقول أنا إذا عندي فلوس شو أسوي بالفلوس؟ إذا الفلوس ما تجيب لي العافية، إذا ما أقدر أشتري العافية من شو الفلوس؟ شو أسوي بيها الفلوس؟ شو أسوي بيها؟ وفعلا أنت تجيب الفلوس ما تجيبك. طز حشاكم طز بالفلوس. إذا لا عندي عافية، أهم شي العافية، أهم شي بالدنيا هاي كلها العافية. نشلوا وناموا 3 أيام بالفراش، شو يصير بيكم؟ الصبح كذا انجرح، إذا هيك شوية دوحس، شو يصير بيك؟ شو يصير بينا؟ أنا أقول لكم من ضربت تضرب كيمياوي جيت أصيح وأون. الكيمياوي هذا تيزاب يدخل بالجسم، والله العظيم، وحق هاي نعمة رب العالمين. والصاير بي هذا المرض مجرب الكيمياوي يأيدني. أنا خلال 6 أشهر كنت أخذ كيمياوي. الجرعة الأولى كنت أخذها كل 3 أسابيع، الجرعة الثانية كنت أخذها كل أسبوع. 3 أسابيع مدة 3 أشهر، وكل أسبوع مدة 3 أشهر. بس هم قلت الحمد لله والشكر، قلت الحمد لله والشكر، هذا امتحان من رب العالمين. والله قلت امتحان من رب العالمين. يمكن مسوية شي وأنا ناسية، ورب العالمين دي يذكرني. رب العالمين من يبلينا بشي هذا امتحان. فلا تتأففون ولا تقولون ليش بس احنا. اكو هواي ناس اذا يتمرضون يقولون ليش بس احنا تمرضنا، ايش بيهم هذول واحنا ايش بينا؟ هواي اكو ناس ما يحمدون ربهم، لا على النعمة ولا على العافية ولا على كل شي. فنصيحة لي لكم حبايبي ولي أول شي، لا تتبطلون على نعمة الله، ولا تشكون وتبكون هواي، دائما نقول الحمد لله والشكر. فأما بنعمة ربك فحدث. كان اليوم عدنا باكر ما عدنا، يعني فدائما نقولوا الحمد لله والشكر دائما وأبدا. دائما من يصلون سجدوا وقولوا الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر على كل شيء. ما ندري يعني ويا هذا زمننا غير ويا هذا زمننا، ما ندري شو يصير. ونشكو نقول إن شاء الله
الدنيا بعدها بخير، ورب العالمين أرحم الراحمين. ما يضر العبد يعني العبد ما علينا احنا بالموزينين. اكو هواي ناس زينة وناس خيرة وناس بعدها بخير، ناس مال ايام زمان. بس احنا نقول ان شاء الله ذولا الموزينين وذولا اللي يأذون العالم وذولا اللي ينصبون على العالم وذولا يمشوا طريق مو زين، هو رب العالمين شلون يعاقبهم. حبايبي دائما شكر رب العالمين، ولا تحرمون أولادكم. إذا أنتوا عندكم لا تحرمون أولادكم، لأن هواي أكو ناس عندهم فلوس والله ممكنهم بس حارمين أولادهم من كل شي. الأقرب الناس هي هاي المرة اللي قلت لكم عليها اللي أعرفها، الله ممكنها كان وعندهم السيارة قلت لكم تريلة وعندهم بيت وما شاء الله، وأبوه من مات، أبوه هو هذا الولد من مات هو استلم التريلة، هو قام يطلع بالتريلة، بس كانت هواي حارمة أولادها. حتى ابنها بالأخير اشترى تاكسي ابنها، كانت تحاسبه على الفلوس كلها مال التاكسي يشيلها يعطيه إياه إلها. قلت كانت حرمتهم. أنا لا والله بالنسبة لي لا، ما أقدر أحرم أولادي، لأن دائما شوفوا دائما من واحد يحرم أولاده دائما عينه تصير على البرة، عينه برا، فأي شي يصير رأسا يتقشمر، لأن يشوف روحه محروم. أولا يمد ايده يمكن يصير حرامي، لأن يشوف روحه محروم عنده بس ما دا يقدر يحصلهن، يعني أهله عندهم بس ما يقدروا، ما يطوا حارمي من كل شي. فشي يسوي؟ لو يصير مجرم، لو يصير حرامي، لو يتقشمر من الناس، من الموزينين يتقشمر. فيعني ليش أوصل أولادي لهالمرحلة؟ فحبايبي ما أريد أطول عليكم هواي، طول الفيديو. إن شاء الله عجبكم الحكي مالتي، إن شاء الله عجبتكم أكلتي. وايا أحبكم يا غالين، يا طيبين، يا أهل خير. والله أنا أدري المشتركين بقناتي كلهم أهل خير وأهل نخوة وصاحبي النفس الطيبة، وإن شاء الله ما ندري، إن شاء الله بلكت نشاوف فد يوم من الأيام نشاوف، ما ندري الله الأعلم. يلا حبايبي وايا أحبكم، انتو أهل الثانيين، خواتي، أخوتي، أولادي، أمي، أبويا. إن شاء الله يحفظكم ويحرسكم، وإن شاء الله ربي يغنيكم أكثر وأكثر، والما عنده يعطيه أكثر وأكثر إن شاء الله. وإن شاء الله يا رب الفيديو مالتي عجبكم، وإن شاء الله أريد هذا الفيديو يصعد إن شاء الله، وإن شاء الله نشوف مواضيع شنو نحكي بيها إن شاء الله. وإذا عندكم موضوع هم دزولي يقول مثل هذا موضوع أحكي بيه إن شاء الله، أحسن لا يكون الفيديو مالتي كله صنطة بس أكل. ويا حبكم باعي البوسة لكم كلكم، من هالخد لهالخد، أمي وأبويا على راسهم البوسة ومن إيديهم. حبايبي أودعناكم، سلام عليكم.